السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في كل زمان ومكان الطرف الأقوى هو اللي كيكتب التاريخ. هادشي علاش كاين حقائق كثيرة تزيفات، بحال شي واحد ظالم أصبح قدوة، أو جاهل ولا مثل أعلى. وللأسف بعد مرور السنين كتجي الأجيال جديدة وكتلقى الأحداث المزيفة كتولي حقائق، وهذا الشيء كامل بسبب اللصوص. نعم، اللصوص اللي غيروا التاريخ. اليوم غادي نتكلموا على لصوص بنوع مختلف، لصوص سرقوا الاختراع نتاع غيرهم ونسبوها لهم. وغادي نتكلموا على علماء ومخترعين اختاروا حوايج سهلات علينا الحياة، وللأسف أصحاب الاختراع الحقيقيين ما خداوش حقهم، لا العلمي ولا حتى الإنساني. إلا سولتكم شكون اخترع التليفون، أكيد أنكم غادي تقولوا لي هو غريهام بيل. للأسف ماشي هو المخترع الحقيقي للهاتف. كان واحد جوج الناس أخرين اللي كانوا سبقوه في الاختراع، واحد منهم سميتو إليشا غراي هو المخترع الأول، وحتى شي واحد ما عرف عليه شي حاجة. والثاني في سنة 1860 كان اسمه موتشي، إيطالي الجنسية، ولكن ما كانش عنده فلوس باش يسجل الاختراع نتاعو، فسبقوا غريهام بيل ولا حديث الساعة. ومن بعد كون شركة لإنتاج التليفون. الراديو هو من الاختراعات العظيمة اللي لها الفضل الكبير في انتشار الأفكار والمعلومات والمعرفة ومعرفة الأحداث. والراديو هو اللي من أول يوم ليه في الاختراع مازال حتى اليومنا هذا. المعروف أن مخترع الراديو هو ماركوني سنة 1895 في لندن، ولكن الاختراع هو لصاحبه العالم المظلوم من نيكولا تيسلا. قبل ما يخترع ماركوني الراديو كان سبقوا لها تيسلا، وكان كيكتب مقالات على هذا الراديو وكيفاش كيعمل على استقبال الموجات اللاسلكية، ولكن للأسف ما عرضش التجربة ديالو على الجمهور، وهكذا تنسب الاختراع لماركوني. التلسكوب هو لمخترعه العالم غاليليو، ولكن في الحقيقة ماشي هو غاليليو المخترع الحقيقي للتلسكوب، لأنه في سنة 1604 يعني قبل ما يتقدم غاليليو اختراع بسنتين دار أول تلسكوب على يد صانع عدسات ألماني هانزل، يستخدم نوعين من العدسات، واحدة مقعرة والأخرى محدبة باش يقرب الصور في الفضاء الخارجي. ومن بعد استخدم العدسات العينية لزيادة الدقة، ولكن للأسف الاختراع نسب لغاليليو. المصباح الكهربائي، اختراع اللي نور العالم، من خلاله أصبح للعالم شكل جديد. المعروف أن توماس أديسون هو مخترع المصباح الكهربائي، ولكن الحقيقة هو أنه أخذ الفكرة من واحد شخص ثاني وعدل عليها ونسب الاختراع لنفسه. والدليل أنه في سنة 1802 قبل ما يتولد أديسون ب 46 سنة تمكن الكيميائي البريطاني هامفري ديمي من صنع لمبة عن طريق تمرير خيط كهربائي رقيق رفيع من البلاتينيوم، ولكن كان كيخرج ضوء ضعيف، وكانت التكلفة نتاعو عالية وما كانش كيستمر الضوء لفترة طويلة. وبعدها كانت محاولات كثيرة وما نجحوش النجاح معقول، حتى جاء أديسون وخذ الفكرة وعدل عليها ونسبها لنفسه حتى تعرف أنه هو مخترع الكهرباء. السيارة هي من الاختراعات اللي سهلت الانتقال من مكان لمكان بسرعة، ومن معروف أن مخترع أول سيارة في العالم هو هنري فورد، ولكن هذا الكلام ماشي صحيح، لأنه في سنة 1885 ابتكر الألماني كارل بينز أول سيارة، وفي سنة 1880 سجل كارل بينز الاختراع باسمه، وفي سنة 1888 باع أول سيارة من تصنيعه. ومن بعد غتجي
شركة فورد سنة 1896 لاقتحام سوق السيارات، ومن بعد تنسب الاختراع لهنري فورد، رغم أن كارل بينز هو المخترع الحقيقي للسيارة. للأسف دائما هناك لصوص، بحيث الطرف القوي هو اللي كيكتب التاريخ، وهذا الشيء ما خطا حتى شي ميدان، لا الميدان الفكري الأدبي أو الفني. للأسف أصحابها الحقيقيين منسيين. نأتي على نهاية حلقتنا اليوم. دمتم بخير، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.